ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل سمكه تونه وزنها 4 كيلو وربع. قلت بقى ادخل عليكم وايدي مش فاضيه ادخل لكم بالحوت ده. اول حاجه هعملها، هجيب السمكه كده انضفها من جوه يعني البطن وانضفها كويس، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. خلاص كده اهي نضفتها، وهنضفها تاني بس ايه هقطعها. خلاص كده نضفت السمكه وحطيتها في الصينيه. لما تجيبي سمكه تونه من الكبيره خلي الراجل هو اللي يقطعها لي، لانها متعبه جدا في البيت. انا غسلتها ونضفتها كويس ونقعتها بشويه من الملح وبالليمون، وصفيتها في مصفى وحطيتها في الصينيه اللي انا ايه هحطها فيها. جبت 4 بصلات كبار، هحط ملح. هنا بقى انا حاطه كمون، حصى، وحاطه فلفل اللي هي الهريسه، ومعلقه كبيره من الثوم. هسيبهم على جنب، وهاخد البصل ده هدعكه كويس كده لحد ما اطلع ميته. خلاص كده هحط بقى الفلفل الالوان، الفلفل المتوفر عندي، حتى لو عندك فلفل اخضر بس احط الفلفل الاخضر. بسم الله. هحط عليه الخلطه دي، فيها كمون وفيها كل حاجه. الخلطه دي انا قلت لكم فيها كمون وثوم وفلفل اللي هي الهريسه. هقلبها كويس واعصر عليها 4 ليمونات، يعني نصين ليمونتين كبار. ده بيكون شكلها. عصرت عليها الليمون ده كله اهو. بعد كده هبتدي احط بقى الخلط. بسم الله. خلاص كده بعد ما جهزت الصينيه جبت طبق كده من الصلصه، كنت عاملاه بالثوم للمكرونه، فخدت منه طبق وهحط عليه كده من فوق. بسم الله. جربوها بقى بالطريقه دي هتعجبكم قوي. هحط لها ربع كوبايه من الزيت، هحط لها شويه زيت صغيرين، يعني حوالي ربع كوبايه او 4 معالق كبار. هسيبها الاول على البوتاجاز تاخد ربع ساعه غلوتين حلوين، وهسيبها تكمل سواها في الفرن على درجه حراره 180. خلاص كده هدخلها الفرن، وهعمل جنبها رز ابيض وسلطه. خلاص الاذان شغال وهنفطر. خلاص خلصنا الاكل، طلعت الصينيه السمك اهي. بسم الله. شوفي ما شاء الله حلوه قوي. انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. عملت جنب صينيه السمك بتنجان مخلل، وعملت رز ابيض وسلطه. مع السلامه.